ثانية واحدة، هو ليه لما بنسمع صوت تسقيف بنسقف معاه؟ التسقيف هو تاني أشهر صوت الإنسان ممكن يعمله بعد الكلام. مش هتعرف هوية الشخص اللي بيسقف غير لما تشوفه، وده بيخلي تأثيره ديمقراطي. يعني أنت مش عارف مين بيسقف، أنت بس عارف إن في قبول للفكرة. أول معرفتنا للتسقيف كانت في القرن السابع. الإمبراطور البيزنطي هيراقليطس اللي استخدمها كأداة للحرب، مش عشان تعمل جروح للأعداء، إنما عشان تخوف الأعداء بيها. لما كانوا بيسقفوا كانوا بيظهروا إن هم مجموعة واحدة متجمعين على رأي واحد. الموضوع اتطور في العصر اليوناني ان الحاكم كان بيقيس مدى قبول الشعب دي من شده التسقيف اول ما يظهر. بعد كده بقى طريقه ديمقراطيه للتصويت بشكل غير مباشر على قراراته. وبعد كده ابتدوا يستخدموا التسقيف في المسرح عشان يعرفوا مدى قبول الناس للعرض او الممثلين. الموضه والاغاني هما شبه ظاهره من العدوى الاجتماعيه، وشبه الوباء هو بينتشر بسهوله. بيبتدوا على طول بشخص واحد وبيزيدوا مع الوقت. وممكن نعتبر التسقيف ان هو نوع من العدوى دي، على طول بيبتدي بواحد ومع الوقت بيزيد. وزي ما انت عارف اي عدوى وليها علاج، فزي مثلا الاغنيه هيجي عليك وقت وتزهق منها، وموضه البنطلون ان انت لسه شاري جديد هيجي عليه وقت ويموت. والتسقيف نفس الحكايه، هيجي عليك وقت وتوقف تسقيف. ولو جينا نشوف منحنى الناس اللي بتسقف ومنحنى انتشار الامراض هنلاقيهم ان هما الاتنين ليهم نفس الشكل. وزي انتشار العدوى والعلاج منه مبني على حاجتين. اول سبب وهو السبب الداخلي، المده اللي عملت فيها الفعل. فمثلا لو سمعت الاغنيه مره ممكن تسمعها تاني، بس لو سمعتها 100 مره هتزهق منها. والسبب التاني هو السبب الخارجي، عدد الناس اللي بتعمل الفعل. لو في ناس كتير بيلبسوا بنطلون معين وبقى موضه الناس هتهتم بيه، بس لو الناس اللي بتلبسه قليلين محدش هيهتم بيه. نفس الحكايه للتسقيف، لو في ناس كتير بتسقف احتماليه كبيره ان انت هتسقف معاهم، ولو انت بتسقف لوقت طويل احتماليه كبيره قوي ان انت هتوقف تسقيف. في القرن 16 المسارح اتبنت الفكره دي، فكانت بتدفع لناس عشان تسقف في العروض فالناس تسقف وراها. التسقيف مش لازم يكون لفكره او لشخص، انما ممكن يكون الانتماء لفئه معينه عشان تحس ان انت واحد منهم، فبتحس بالامان وسطهم. واحساس الامان من الانتماء جاي من ايام زمان، من ايام رجل الكهف. عشان زمان الانتماء لمجموعه معناه ان المجموعه دي هتدافع عنك ضد المخاطر، والغريزه ديت لسه مكمله معانا لحد دلوقتي. التسقيف هو موجود معانا من قديم الازل، كنا بنستخدمها كاداه للحرب واتطورت لحد ما بقت اداه لنشر الراي والانتماء. ما تنساش تقول لنا رايك في الكومنتات او لو عندك سؤال.